ده فيفو واي 02 اس، احدث موبايل من سلسله الواي الاقتصاديه عند فيفو بسعر 110 دولار. كمان عندنا هنا في السوق المصري بيبدا سعره من اول 3600 جنيه تقريبا لحد 4000 وشويه على حسب النسخه اللي هتشتريها. الموبايل ده بالرغم انه موبايل اقتصادي الا ان انا خدت معاه تجربه تعتبر مقبوله جدا بالنسبه طبعا لفئه الموبايل السعريه، وكمان بالنسبه للمواصفات اللي بيقدمها. كمان هنا الموبايل جاي بحاجات مميزه زي التصميم الشيك جدا والبطاريه العملاقه اللي قوتها 5000 ملي امبير، واللي بالمناسبه بتدعم الشحن عن طريق اليو اس بي سي هنا، ودي حاجه تعتبر نادره في الفئات السعريه دي. المهم بقى عشان ما اطولش عليكم، لو انت اول مره تشوفني في اليوتيوب ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم نخش في المراجعه على طول. واول حاجه هنتكلم عنها وهي التصميم المميز جدا اللي بيقدمه الموبايل. التصميمات بصراحه حاجه من الحاجات اللي بتعرف تعملها فيفو كويس على كل موبايلاتها في كل فئاتها السعريه. والواي 02 اس ده بيقدم تصميم يعتبر شيك جدا زي ما انتم شايفين كده، والنسخه اللي معايا ديت بتيجي باللون الازرق الفاتح ده، وهو بيعمل انعكاسات كده مع الضوء بتخلي شكله شيك جدا بصراحه. كاميرات كمان مواكبه للتصميمات الشيك الجميله اللي شفناها في الفترات الاخيره، بتيجي في اعلى ظهر الموبايل من ناحيه الشمال ببروز يعتبر محترم جدا. كمان هنا الموبايل من اسفل عندك فيه فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق اليو اس بي سي، ودي حاجه مميزه زي ما قلنا، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى فالموبايل هنا لازال جاي بنفس الشاشه التقليديه اللي بقالنا فتره كبيره جدا بنشوفها على كل موبايلات الفئات الاقتصاديه والمتوسطه، بتيجي بحافه سفليه كبيره شويه، ومن فوق كمان بتيجي بالوتر دروب نوتش. زي ما شفنا كده التصميم حاجه من الحاجات اللي بيلمع فيها اول موبايل، ولو حصل واشتريته التصميم بالفعل هيعجبك على الموبايل بشكل كبير جدا. ولكن بقى بعيد عن نقطه التصميم اللي ممكن نختلف او نتفق عليها، ايه اخبار المواصفات اللي بيقدمها الموبايل هنا واللي بالتالي هتنعكس على تجربه الاداء بتاعته. موبايل بصراحه يعتبر ما قدمش جديد في الفئات السعريه بتاعته ديت عن الاصدارات السابقه. لازال هنا هو جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو بي 35 12 نانومتر، بالاضافه انه بيتوفر باكتر من نسخه 2 و3 جيجا رام مع ذاكره داخليه 32 جيجا و64 جيجا. كمان هنا نوع الذاكره الداخليه اللي بيقدمها الموبايل هي من النوعيه القديمه للاسف. كمان هنا الموبايل نازل باندرويد 12 مع واجهه فان تاتش 12 برضو اللي بتقدمها فيفو على موبايلاتها. زي ما شفنا الموبايل يعتبر ما بيقدمش مواصفات خارقه، ودي حاجه طبعا مقبوله جدا بالنسبه لفئته السعريه اللي نازل فيها، وبالتالي انت لو حصل واشتريت الموبايل ده ما تستناش منه اداء يعتبر قوي جدا بالنسبه للاستخدامات اليوميه، وكمان بالنسبه لاستخدامه في الالعاب. ولكن ده مش معناه ان الموبايل يعتبر سيء اطلاقا. الموبايل ده هيديك تجربه تعتبر مقبوله جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه، في فتح مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاهده المحتوى، في مكالماتك، في استخدام الموبايل في التطبيقات اليوميه الاعتياديه اللي احنا كلنا بنستخدمها دي، هيديك تجربه تعتبر مقبوله جدا. اللي انا عاوز اقوله تحديدا يعني بالنسبه لنقطه الاداء ديت، ان الفلوس اللي انت هتدفعها في الموبايل هنا هتاخد قصادها تجربه اداء تعتبر مقبوله، او نقدر نقول عليها ان هي مرضيه بشكل كبير جدا. اما بقى بالنسبه لاستخدام الالعاب هنا على الموبايل، زي ما شفنا كده الموبايل نازل بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو بي 35، وسلسله بي عند ميديا تك عامه في المعالجات اللي بتبقى اقوى من كده ما بتبقاش موجهه للالعاب بشكل كبير. وبالتالي العاب مثلا زي بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9 والحاجات اللي بالشكل ده كده هتعاني معاها شويه لو جربت ان انت تستخدمها على الموبايل هنا، بفضل المعالج طبعا اللي موجود اللي ما بيدعمش استخدام العاب كتير، وبالتالي طبعا الالعاب الكبيره ديت هتعاني معاها شويه. ولكن تقدر طبعا تلعب عليه الالعاب التقليديه اللي احنا عارفينها ديت، لو انت مثلا شاري الموبايل ده الالعاب الخفيفه والحاجات اللي بالشكل ده كده مع استخدامك اليومي، فبالتالي هتاخد معاه تجربه العاب هتكون مقبوله بالنسبه لك. طيب ده كان الكلام عن تجربه المواصفات والاداء بتاع الموبايل، واللي انا من وجهه نظري تعتبر مقبوله جدا، او نقدر نقول بمعنى صح ان هي تعتبر بتعبر بشكل كبير جدا عن قيمه الفلوس اللي هتدفعها فيه. ونفس الكلام هنا برضو بينطبق عن تجربه الشاشه اللي بيقدمها الفيفو واي 02 اس. طبعا الشاشه بتاعه الموبايل هنا هي جايه من نوعيه اي بي اس ال سي دي، حجمها 6.5 بوصه بدقه اتش دي بلس. طبعا لا تدعم الريفريش ريت السريع، هي طبعا جايه بالريفريش ريت 60 هرتز، ودي حاجه طبعا متوقعه ومقبوله جدا في الفئات السعريه دي. بالنسبه بقى لتجربه الشاشه بتاعه الموبايل هنا، زي ما قلت على تجربه الموبايل ان هو يعتبر مقبول جدا او يعتبر مرضي الى حد كبير، نفس الكلام هنا هينطبق على تجربه الشاشه دي، بمعنى ان الشاشه مثلا استخدامها تحت اشعه الشمس هيفي بالغرض الى حد كبير جدا. مش افضل سطوع طبعا هتاخده في موبايلات بتيجي في الفئات الاقتصاديه ديت، او في الفئه الاعلى منها بتقدم سطوع افضل منها زي موبايلات اوبو بصراحه، ولكن السطوع برضه يعتبر هيفي بالغرض الى حد كبير جدا. ونفس الامر هنا برضو بالنسبه للناس اللي شاريه الموبايل عشان مثلا تتفرج على اليوتيوب، بيحب يتفرج على الافلام، بيحب يتفرج على نتفليكس، اي حاجه من الحاجات اللي بالشكل ده كده، فتجربه المشاهده على الموبايل هنا تعتبر مقبوله الى حد كبير جدا، وهتكون مرضيه عند كل حد هيشتري منكم الموبايل. طبعا الشيء الوحيد او التنازل الوحيد اللي موجود في شاشه الموبايل هنا بالنسبه لفئه الموبايل السعريه كنا شفناه في الفترات الاخيره على موبايلات من شاومي وغيرها، هي ان الموبايل بيجي بمعدل تحديث الشاشه 90 هرتز، ودي حاجه مش موجوده هنا، ولكن برضو في النهايه هنرجع نقول ان دي حاجه مقبوله على كونه موبايل اقتصادي.
بالنسبه بقى للكاميرات اللي بقدمها الواي 02 اس، هنا هو جاي بكاميرتين. الكاميرا الرئيسيه جايه بدقه 8 ميجا بكسل بالاضافه للكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 5 ميجا بكسل. بالنسبه بقى للنتائج اللي هتاخدها من الكاميرات هنا، سواء الكاميرا الرئيسيه او الكاميرا الاماميه، تعتبر مقبوله جدا. واقدر اقول لك ان انت لو بتصور في مكان الاضاءه فيه مظبوطه هتاخد منه نتائج صور تعتبر مقبوله جدا الى حد كبير. طبعا صعب هنا يكون الديناميك رينج افضل حاجه بالنسبه للكاميرا ديت، لان في كاميرات طبعا بتيجي بسنسور اعلى من كده شويه بالنسبه لنفس الفئه السعريه، ولكن في المجمل هنا الكاميرا الرئيسيه تعتبر النتائج اللي تطلع منها مقبوله جدا من وجهه نظر. ونفس الكلام هنا بالنسبه للنتائج اللي هتاخدها من الكاميرا بتاعه الموبايل الاماميه. لو كانت برضو ظروف التصوير اللي انت بتصور فيها كويسه هتاخد منها نتائج ممتازه، الظروف مش كويسه معاك هتبقى النتائج مهزوزه ومش افضل حاجه. بشكل عام الكاميرات بتاعه الموبايل تعتبر مقبوله جدا من وجهه نظري، وزي ما قلت لو انت بتختار الظروف المكان اللي انت بتصور فيها هتاخد نتائج هترضيك بشكل كبير جدا. البطاريه كمان من الحاجات القويه اللي بيقدمها الواي 02 اس، هنا هي جايه بقوه 5000 ملي امبير، وطبعا لا تدعم الشحن السريع، ولكن الشيء المميز فيها جدا انها بتدعم الشحن عن طريق اليو اس بي سي، ودي حاجه تعتبر نادره في الفئات السعريه دي. اداء البطاريه بصراحه في تجربتي لا يعتبر متزن جدا، خدت معاها تجربه تعتبر مستقره. صحيح انا ما كنتش بضغط على الاستخدام للموبايل او ما كنتش بستخدم الموبايل استخدام مكثف جدا، كان استخدامي ليه دايما متوسط الى فوق المتوسط، لكن دايما كانت بتكمل معايا البطاريه لنهايه اليوم. بالنسبه للشبكات على الموبايل هنا، وده الجانب العملي بتاعه بالنسبه للمكالمات، شبكه الواي فاي وشبكه الاتصال والحاجات اللي بالشكل ده كده. شبكه الواي فاي شبكه الاتصال في تجربتي للموبايل بصراحه كانوا شغالين بشكل كويس جدا، وما واجهتش عليهم اي حاجه سلبيه، ومفيش اي تعليق سلبي على النقطه ديت تحديدا. السماعات كمان بتاعه الموبايل، سواء السماعه الخارجيه او السماعه بتاعه المكالمات، هتاخد معاهم تجربه برضو تعتبر معقوله جدا، ما يعتبروش افضل حاجه، ولكن بصراحه تجربتي مع السماعه بتاعه المكالمات او السماعه الرئيسيه كانت تجربه جيده جدا برضو بصراحه. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصح بشرائه ولا لا. سعر الموبايل هو $110، وعندنا هنا في السوق المصري بيبدا من اول 3600 او 3700 جنيه تقريبا وصولا لحد 4000 جنيه. وكقيمه مقابل السعر بصراحه، وبالنسبه لتجربه الاداء اللي انا خدتها منه، على اعتبار طبعا انه موبايل اقتصادي وهو يعتبر من ارخص الموبايلات اللي موجوده دلوقتي عندنا في السوق المصري، فانا انصح جدا بشرائه بصراحه. طبعا من ضمن العيوب اللي موجوده في الموبايل هنا انه ما بيجيش فيه قارئ بصمه، ولكن دي حاجه ممكن تكون مقبوله على اعتبار ان الموبايل ده سعره $110 زي ما شفنا، فتعتبر حاجه مقبوله في السعر ده. ولو انت عايز حاجه بيجي فيها مستشعر بصمه، فانت مثلا بالنسبه لسعر الموبايلات عندنا هنا في مصر هتضطر على الاقل تدفع لك 1500 جنيه زياده عن سعر الموبايل ده. فده موبايل هيكون ممتاز جدا بالنسبه للناس اللي عايز موبايل يستخدمه استخدامات خفيفه كده. طبعا مش فارق معاه بقى الالعاب الثقيله والحاجات اللي بالشكل ده كده، هيكون موبايل ممتاز عند ناس كتير جدا. اما انت بقى لو عايز مواصفات اقوى من كده بشويه، وفي نفس الوقت يكون عندك قارئ بصمه، فانا عملت مراجعات كتير في الفتره الاخيره عن موبايلات بتيجي في الفئات الاغلى من كده شويه، زي الريدمي 12 سي من شاومي، بالاضافه كمان للسامسونج اي 04 اس، بالاضافه للاوبو اي 17، وكل الموبايلات ديت موجوده عندي مراجعه داخل القناه هنا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.